اهلا وسهلا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل القرص الطريه بانجح طريقه. ان شاء الله هتعمليها ومن اول مره بالطريقه دي هتطلع معاكي ممتازه. معانا المقادير. اول حاجه معانا نص كيلو من الدقيق، حوالي 3 معالق من السكر، معلقه من الفانيليا، معلقه كبيره من الخميره، ومعانا هنا كوبايه سمنه، ومعانا كوبايه لبن. طبعا السوائل دي على حسب الدقيق ونوع الدقيق بتاعك. اول حاجه هننزل بالسمنه، وهنحط بعدها كل السوائل، هنقلبها تقليب بسيط خالص، وبعدين هننزل بكل المواد الجافه اللي هي السكر والفانيليا والخميره. اهم حاجه هنا هنقلبها كويس، واهم حاجه هنبس المواد الدهنيه بالدقيق كويس جدا. هنقعد نبس فيها حوالي 5 دقايق لحد لما ندخل السمنه جوه الدقيق زي ما انتوا شايفين كده. دي كده بعد ما بسيناها حوالي 5 دقايق قبل ما نحط السوائل بتكون بالشكل ده كده. هننزل عليهم باللبن بتاعنا وهنقلبها كويس. واحدة واحدة كده هنفضل نحط اللبن واحدة واحدة لحد لما تتجمع معانا، بس هنفتح العجينة واحنا بنعجن لحد لما تتكون معانا عجينة طرية زي ديت. انا اخدت معايا حوالي كوباية وربع من اللبن. كده اتشكلت ما شاء الله العجينة طرية وحلوة. هنسيبها ترتاح حوالي نص ساعة. هترتاح بس مش هنخمرها، هترتاح حوالي بس نص ساعة. دي بعد نص ساعة ما شاء الله جميلة جدا وطرية. هنجيبها وهنبدأ نشكلها. هتدينا كمية كبيرة ما شاء الله، نص كيلو هيطلع لك كمية حلوة جدا. هتعمليها كل يوم من سهولتها. هنبدأ نقطع العجينة وشكلي زي ما انتي عايزة. انا شكلتها بأحجام صغيرة بالشكل ده كده. هنعملها كرات صغيرة خالص، يعني وسط، مش صغير قوي ومش كبير. زي ما انتم شايفين ندمج العجينة كويس قوي بايدينا كده ونشكلها كرات. الكرة تقريبا قد الليمونة الكبيرة. هنجيب كل كرة وهنبدأ نبططها او نشكلها على الشكل القرصة، بس ما نبططش قوي علشان ما تطلعش ناشفة، يكون ليها قلب من جوه وتكون منفوخة زي ما انتم شايفين كده. ان شاء الله تطلع معانا في الاخر شكل البومبي اللي انتوا بتشوفوه للقرصة الناجحة. بعد ما شكلنا العجين بالشكل ده هنسيبه يرتاح كمان نص ساعة وندخله الفرن على درجة حرارة 200. وده بيكون الشكل النهائي لها ما شاء الله، ولا غلطة حاجة كده ولا احلى، وناجحة جدا. ومن اول مرة هتعمليها هتطلع ناجحة. نص كيلو دقيق طلع لنا الكمية دي كلها ما شاء الله. يلا قومي اعمليها وفرحي ولادك ودفي بيتك في الجو ده. وما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك، وألف هنا.